عارفين سندوتشات المشاوي التركيه اللي بتظهر لنا دايما اكسبلور الساعه 2 بالليل؟ اخيرا مطعم جابي اشهر مطعم تركي في اسكندريه نقل لنا تجربه السندوتشات دي في مصر، بالاخص في اسكندريه، كواليتي واسعار تنافسيه جدا. عاملين اشهر 6 سندوتشات: الكفته اللحمه والفراخ، والشيش طاووق، ودونر اللحمه والفراخ، وسمك المكريل المشوي المشهور جدا في تركيا، وهم المطعم الوحيد اللي بيعملوه في مصر حاليا. هم عاملين عروض كتير بمناسبه الافتتاح لحد اخر شهر 5. اخترت منهم عرض وليمه اسطنبول، الاربع سندوتشات عليهم 2 هديه عشان اجرب كل المنيو. بدات بالدونر اللحمه، بيبقى معاه بصل بالسماق وعليه طحينه وكمان شويه صوص طماطم كده، وبيتلف وبياخد تحميص على الفحم، كان طعمه تحفه. والدونر الفراخ نفس الكلام بس توميه بدل الطحينه، وكانت حلوه جدا برضو. تتبيله الفراخ كانت خطيره. اللي بيحبوا شيش طاووق بقى اوعدكم انكم مش هتدوقوا تتبيله شيش زي دي، وهتحبوها قوي، والفراخ تندر جدا. واللي ما يتفوتش بقى في المنيو ده وجاي له مخصوص السمك المكريل المشوي، بيبقى معاه جرجير وصوص ترتار، طعمه نسخه من اللي بيتعمل في شوارع تركيا، كل حاجه فيه مظبوطه بالملي. واخر حاجه بقى كانت الكفته اللحمه او الفراخ التركي، تتبيله وتسويه وطعم حلوين جدا، وممكن تاخدوهم سندوتشات او في وجبات معاهم خضار مشوي ورز بالخلطه التركيه، كانت تتبيلته خطيره. وجنب الكلام ده طبعا ما تنسوش تاخدوا جارليك فرايز متقطعه تخين شويه كده بالثوم، او سويت كورن واخده لسعه على الجريل، وطبعا لبن العيران لو بتحبوه. عاملين منه كمان طعمين بلو بيري وبالقرفه والليمون. وعاوز اقول لكم ان اسعار السندوتشات بتبتدي من 85 ل 110 جنيه من غير الضريبه، وهم موجودين في روبيكس بارك في كارفور اسكندريه، وعندهم توصيل، وقريب هيبقوا على طلبات، وهينتشروا في القاهره واسكندريه. جربوهم وقولوا لي رايكم.